عند طريق المصنع ووسط إجراءات مكثفة اتخذها الجيش اللبناني، نظمت التيارات والحركات الإسلامية والسلفية اعتصاما رفضا لاستمرار اعتقال نائب الأمين العام لحركة مسلمون بلا حدود عبد القادر عبد الفتاح وشخص آخر من الحركة. الطريق الدولية قطعت وأقيمت صلاة الجمعة في المكان بمشاركة شخصيات دينية وأئمة، والشيخ داعي الإسلام الشهال الذي تقدم المعتصمين شن هجوما على المتطاولين على السنة. خاطبنا العقلاء في تنظيم ما يسمى بحزب الله ومن جميع الطوائف، وكررنا نداءنا لهم وقلنا لهم لبنان لا يتحمل عرقنا. لكن الآن وبعد أن اتخذ القرار من ولاية الفقيه في طهران، فكلمة العقلاء في كل لبنان تداس تحت الأقدام. أما نحن أهل السنة في لبنان سنواجه الكفر، سنواجه الطغيان، سنواجه الظلم في كل مكان دفاعا عن عقيدتنا. الشهال لفت إلى أن السنة في لبنان لن ينسوا ما حصل لهم في عرسال وعنجر وبيروت وكل لبنان من قبل الزعران كما سماهم. وبعد الصلاة وكلمة الشهال أعيد فتح الطريق.